بصوا يا جماعه، عارفين انتوا سبونج بوب اللي كلنا كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين؟ شفت له بقى وصفه البرجر بتاعته اللي اسمه سلطع برجر. الساندوتش عندهم اسمه شطيره برجر. ده بقى هو بيعمل ساندوتش برجر بنفسه. جبت الوصفه يا جماعه وهنعملها بقى دلوقتي شبه ما هو قال هنعملها بالظبط. بصوا كده هو قال ايه: الخبز ثم اللحم كاتشب مستردة خس بصل كثير جبن طماطم خبز بهذا الترتيب. ده سريع قوي، ده سريع قوي عملها. احنا جبنا الفيديو بالتفصيل اهو، الفيديو قدامكم. أضع لحما مع خس وجبن وبصل وطماطم وكاتشب ومستردة وخيار وخبز معا بهذا الترتيب. نعملها بقى شبه ما هو عملها بالظبط. هنجيب بقى دلوقتي كل المكونات بتاعتنا وهنعمل بقى سلطع برجر بنفس المكونات اللي هو قال عليها بالظبط، وكمان هنسويه بنفس الطريقه اللي هو بيسوي بيها. يعني هنعمل سلطع برجر دلوقتي، فيلا بينا. اول حاجه بقى معانا وهو البوتاجاز اللي هو النار يعني بمعنى اصح. اوبا، تاني حاجه بقى والحاجه اللي هنقطع عليها، وتالت حاجه بقى اللحمه، الخضار، السكينه، الحله، العيش، الجبنه والكاتشب والصوصات، وبقى الزيت السري بتاعه. ما تعرفوش يا جماعه انا دخت قد ايه علشان اجيب الزيت السري ده. في ناس بتقول عليه ريد زيت اللي هو عشان لون العلبه وكده، وفي ناس بتقول عليه الزيت الاسود. اختلف في الاقاويل، بس اهم حاجه الزيت ده. واخر حاجه بقى ملح وفلفل اسمر علشان اللحمه. بصوا يا جماعه، بالمكونات اللي قدامكم دي كلها هنعمل سلطع برجر. انتوا متخيلين احنا مالينا الترابيزه كلها بالشكل ده عشان نعمل ساندوتش واحد سلطع برجر؟ بقالي سنين بشوف على طول سبونج بوب وبتفرج عليه وبحبه اصلا الكرتون ده قوي. كان نفسي قوي الصراحه ان اجرب البرجر اللي هم بيعملوه، اللي هو سلطع برجر اللي بيعملوه في قاع الهامور، بس بقى ما جاتش فرصه طبعا ان انا اجربه ولا تيجي فرصه. يا جماعه ده كرتون، يا جماعه كرتون. قلت بقى ان احنا نجيب الحاجه ونعمله، ويلا بينا بقى نعمله. اول حاجه هنبدا بيه بقى البرجر. جبنا لحمه سبونج بوب. لا يا جماعه بهزر، مفيش لحمه اسمها سبونج بوب. نعمل بقى نكورها كده بالشكل ده. طبعا بقى في ناس فلوطه منكم هيقولوا لي انت مش لابس كلافز ما اعرفش ايه. اقول لهم يا جماعه يا ده نضيف، انا في البيت اصلا. تكور حته اللحمه بالشكل ده، بس نتاكد ان هي تتكور جامد علشان ما تفكش مننا. دي يا جماعه عند الجزارين اسمها لحمه سبونج بوب. شكلها عامل ازاي كده بقى على جنب. نولع بقى البوتاجاز، ننزل بالزيت بقى السحري. الزيت ده غالي قوي مش عارف ليه. اتاكد ان البوتاجاز ولع وكده ولع. انت هتنزل بشويه زيت صغنطاطين. بص اصلا لون الزيت عامل ازاي، هو قريب قوي للزيت بتاعه. هقول لكم الزيت ده بيتجاب منين وسعره كام بالظبط. كده الزيت سخن معانا. ننزل بقى بكرة اللحمه سريعا بقى كده، نبططها باي طريقه اي وسيله. بص شكلها بقى عامل ازاي. ننزل بقى فيه شويه ملح، شويه بقى فلفل اسمر. هي عايزه تقعد شويه عشان ما تفرولش مننا. شكلي خربت الدنيا. سلطع برجر ده طلع ساندوتش صعب قوي يا جماعه، ايه ده؟ بس الكبسه. اوه. يا نهار ابيض، ده بص الزيت كده. اللحمه نزلت كل الدهون بتاعتها. تعالوا نشيلها على جنب كده، نحطها هنا. خلاص البوتاجاز ده مهمته خلصت معانا، نشيله خالص. احنا كده خلصنا مرحله تسويه البرجر. نشيل بقى كده البرجر اللي احنا عملناه على جنب، نحطه هنا في الطبق. تعالوا بقى كده نقطع الحاجه. هنقطع طماطم وخس وبصل. تعالوا نبدا اول حاجه بالطماطم. كان بيقطع الطماطم بالشكل ده، بس كده كده طماطم. نقطع بقى الخس. الخس ده كبير جدا، هو كان بيجيب الخس الصغير. بص احنا ممكن مثلا نقطع بقى دي. الخاصية تبقى كبيرة قوي على الساندوتش بحيث تبقى كده. واخر حاجة بقى البصل. اوه، هو كان بيقطع البصل شرايح كده. قطع شريحة واحدة بس بصل. نشيل بس القشرة بتاعتها بس. بقت كده لون بقى كده على جنب. ونحضر بقى الساندوتش. اول حاجة نجيب العيش. اوه، طلع العيش. نفتح بقى العيش بالشكل ده. احنا كده يعتبر جهزنا كل حاجه. البرجر، المكونات اللي هتتحط فيه، الكاتشب، المستردة، الجبنه الامريكان تشيز او الجبنه اللي هي الشرايح الجبنه. بس هو ده بقى ملخص الساندوتش كله بتاع سلطع برجر. تعالوا بس نتفرج على الفيديو. الخبز ثم اول حاجه حطينا الخبز. استنى بس نفضي الدنيا هنا علشان كل حاجه تبقى باينه. اول حاجه وهي العيش. اللحم تاني حاجه اللحمه بالشكل ده. كاتشب. بعد كده الكاتشب. احنا ما عندناش كاتشب فجبنا اكياس. نحط الكاتشب. متحمس قوي يا جماعه ان نجربه. بس بعد الكاتشب مستردة.
اوه مستردة. بعد كده ايه؟ خس. بعد كده الخس. بصل كثير. البصل كتير، حط شرايح بصل عشان أنا مش بحب البصل. ده كده بصل كتير جدا. جبن طماطم. حتة جبنة جبن. حتة جبنة. خضر. بعد كده طماطم، حط واحدة طماطم. هو ليه مش حاطط الخضار مع بعض؟ هو عامل الساندوتش بطريقة غريبة، انا ما شفت الساندوتش قبل كده برجر بالشكل ده. بس ده مش برجر يا جماعة، ده سلطع برجر، عشان كده هو بالشكل ده. جبن طماطم خبز بهذا بعد كده اخر حاجة خبز اللي هو العيش تاني، قفل كده الترتيب. بهذا الترتيب عملناه. هو ده بقى يا جماعة سلطع برجر اهو. هذا هو يا جماعة السلطع برجر. وبكده بقى يا جماعة يبقى عملنا اكتر ساندوتش كان نفسي اجربه من وانا صغير، وهو سلطع برجر. دي بقى شطيرة سلطع برجر، بس شكله خطير. عملناه كده بنفس الطريقة بالظبط. يلا بينا نجرب، نقول بسم الله. اتمنى ان هو يطلع حلو. كله كده حلو قوي. صدقوا يا جماعه ان ترتيب المكونات في الساندوتش بتختلف في طعمه. هو بصوا، هو طعم ساندوتش برجر بس مختلف، التيست بتاع الحاجه بيجي بدرجات مختلفه. بس البصل كتير قوي، هو قال كتر بصل كتير قوي، بس هو ساندوتش خطير جامد. وبكده بقى يا جماعه يبقى احنا عرفنا بقى سر الخلطه السريه اللي كان شمشون بيدور عليه في سبونج بوب، وهو بقى سر سلطع برجر. وخلاص عرفناه، سبونج بوب فضح نفسه وقال كل حاجه. بقول لكم ايه بقى يا جماعه، استناكم بقى تكتبوا لي وتمنشنوا لي على وصفات بقى كده انتوا بتحبوها، او من كرتون قديم، او وصفات غريبه، اي حاجه بقى زي كده. وبس كده بقى يا جماعه، ده كان بقى ساندوتش سلطع برجر. كان معاكم بقى جو مصر، سلام.